بسم الله الرحمن الرحيم. ده اجتماع مجلس الإدارة ليه عندي في البيت، لأنه منه الله خالد لطيف يوم ما رحنا نجيب الزبادي كان عنده انفلونزا وعداني، الدكتور منعني من ان انا انزل، فلو كنا اجلنا كان قالوا المجلس خاف مش عارف ياخد قرار واي كلام في اي كلام اللي احنا بنقعد نسمعه. طبعا بالترتيب كده في الموجودين سياده النائب سليمان وردان، سياده اللواء علاء ناجي، كابتن جمال عبد الحميد، مستشار محمود، استاذ خالد لطيف، الاستاذ احمد مرتضى، حسن جوهر، ست مريم، استاذ احمد دعبس، اللي غير بس الاستاذ علاء مقلد عشان انا مسفره مرسى مطروح يشوف مكان للاعضاء اللي ما طلعوش في القرعه يبقى جنب المعسكر بتاعه. طبعا انا بشكر مجلس الاداره انه يعني شرفنا النهارده، لان كان قدامنا حل من الاثنين، يا ناجل وما تعرفش الانفلونزا دي اصلا بتمشي امتى، هي بتيجي فجاه وبتمشي بمزاجها، او نعمل الاجتماع ونناقش يعني كلهم يعني خلاص مفيش مشكله، احنا لما اجتمعنا هنا عندي مفيش اي مشكله. دلوقتي الاجتماع بخصوص مباراة السوبر يوم 5/5 بين فريق الزمالك بطل الدوري وفريق الاهلي بطل الكاس اللي هتلاعب فيه ابو ظبي. بصرف النظر عن الاتجاهات، ناس تقول لك العب وناس تقول لك امشي وناس تقول لك اقعد، لا احنا ما بناخدش قراراتنا من السوشيال ميديا مع احترامنا ليها لانهم مختلفين. احنا بناخد قراراتنا حاجتين، مصلحة بلدي ومصلحة النادي، ده رقم واحد، وكرامة النادي. ويمكن تاني بعيد اهو، انت مش هتحافظ على كرامة نادي الزمالك اكتر من مجلس الادارة المنتخب من جميع عمومية، وكلنا اصلا جمهور، يعني احنا اصلا كلنا مش جايين من الباراشوت، احنا اصلا جمهور، تمام؟ فالاخ اللي حصل تجاوزات، لا مجلس الاداره ده شغال عندنا، والاعضاء جمعيه عموميه دول ايه دورهم؟ احنا اللي بندفع الفلوس. هو طبعا واضح انه الولد قال كده نشط يعني، لا حضرتك بتدفع فلوس ايه؟ ده قال لي لا دلوقتي 20-30 مليون، حضرتك بتدفع التذكره اهو. كام واحد بيحضر الماتش دلوقتي ايه؟ وزمان 2000، تمام؟ ال 2000 دول بيجيبوا لنا مثلا ايه حوالي 750,000 جنيه، بيجي لي تلفيات كراسي في الماتش 750,000 جنيه، فبلاش نشت. انت مش هتحافظ على كرامه النادي مع احترامي للجمهور بقى الحقيقي، مش الولد اللي عمال عشان يشير فيديوهات يقول لك ايه مجلس اداره ايه دوره ده، يعني لا احنا اللي نقول، لا انت ما تقولش، لا ما انت ما تقولش، لان زيك بالظبط بيقول عكسك. فانت مش هتحافظ على كرامه النادي اكتر من مجلس الاداره واكتر من رئيس النادي اللي اول ما جه 2014 الشعار بتاعنا نادي ايه؟ الوطنيه والكرامه. انت كنت فين بقى من 1911؟ ما حطيتش الوطنيه اللي انا بقوله دلوقتي، الوطنيه والكرامه. فللاسف الشديد الولد ده شاطط قوي، يعني قوي قوي قوي، تمام؟ وبعدين انت هتحافظ على كرامه، طب ما هو ثانيه واحده اهي، بدل ما انت تحافظ على كرامه النادي، طب رئيس ناديك اصلا اهو، ثانيه واحده تاني انت مش هتحافظ على كرامه النادي اكتر مني واكتر من مجلس الاداره. انت مين؟ انت فرحان بالشير والميل والحاجات اللي انت بتقعد تعملها دي، يقول لك ايه مجلس الاداره ده؟ لا لازم يسمع كلامنا، وايه الجمعيه العموميه دي؟ واحنا اللي بندفع اصحاب يا ابني، اقل دلوقتي بيجي 20-30 مليون جنيه. بس احنا بندفع تذاكر الماتش، بقول لك كل ماتش بيجي لنا فاتوره ب 750,000 800,000 تكسير. فالجمهور الحقيقي ده اللي احنا مجتمعين عشانه، اللي احنا عارفينه بيحب النادي بجد، انما بقى اللي بيقعد يعمل البتاع ده بالفيديوهات الهبله دي والكلام الفارغ ده. طيب عشان تبقى عارف، لو احنا بقى مش حافظ على الكرامه، الراجل ده يزورني في السجن، يضربني في معظمهم جم يزورني في السجن كلهم. وانا اتحبست ليه؟ عشان الكرامه اللي بتتكلم عنها دي. ادي الرساله تاني، في اسماء كتير وكبيره بقى تتكلم عن مبادره مصالحه انديه الكبار. انا بقى اقول بقى في فيديو
انا عن نفسي كرئيس مجلس اداره نادي الزمالك كرئيس مجلس اداره الزمالك مش كمرتضى موافق، ومعاهم كل المصريين الوطنيين، وعارف ان ممكن يكون اللي هيعطل ده ان كابتن الخطيب زعلان، وعاوز اقول له انه على راسي، انا هقول له كده وعنده حق يزعل. الناس بتفسر كلام انا زي ما عايزه، والامور بتكبر، وانا كنت فاهم حاجات غلط. يا نهار ابيض، فاهم حاجات غلط انا؟ اشهر محامي في الوطن العربي فاهم حاجات غلط؟ ليه الرياله نازله؟ سبحان الله. انا بس بوريك بتاع الكرامه فاهم حاجات غلط. بعد ما خرجت بيانات توضيح اكتشفت الموضوع حقيقته مش عيب ابدا ان اعتذر لاخويا محمود. الاعتذار عمره ما قلل من قيمه حد، بالعكس هو وعيلته ناس محترمين فوق دماغي. هي دي الكرامه. انا بقى كان ردي ايه؟ واضحه. معالي الوزير المحترم، للاسف قرات رساله سيادتكم حالا. للاسف لن اقول هذا الكلام لا في لقاء تلفزيوني ولا لوحدي وعلى جثتي، حتى لو كلفني الرد حياتي او حريتي. يعني انا لم اخطئ ولن اعتذر ولا اتحدث في هذا الموضوع مره اخرى. هذه كلمتي الاخيره. الموضوع هذا عن حده، ولن احكم على تاريخ المشرف وتاريخ النادي الذي يمثله بالاعدام بهذا الاعتذار المهين الذي لن انطق به حتى في سري. دي الكرامه. واتحبست، اترميت في السجن 72 سنه. هي دي الكرامه. وفي سب وقذف في السجن. يا تقول الكلام ده يتحبس، قلت لا يتحبس، مش عشان انا، عشان كنتوا. مين بقى في الجمهور بقى بتاع كرامه هيمشي في الشارع ورئيسه منام مدلدل راسه كده وعشان ما يتحبسش برغم ايه القضيه دي واخد فيها براءه قبل كده؟ لابس امام مدام حضر الجلسه بتاع النقض. مفيش هزار، المفروض اطلع براءه، بس احتراما للمحكمه. خلاص محكمه النقض قالت كلمتها، ونفس المحكمه النقض اللي مدياني عن نفس الموضوع قبلها ب4 اشهر براءه. تمام؟ فما تكلمنيش عن الكرامه. بيحافظ على كرامه النادي. نمره واحد مجلس اداره الناس جابوه. انما احنا اللي بندفع الفلوس. فلوس ايه يا ابني؟ ده اقل لاعب يد مسدد بياخد 6-7 مليون. بقول لك كل ماتش بيجي لي فاتوره ب 750 على طول كده. فكرامه احنا بنحافظ عليها وعارفين يعني ايه كرامه. لكن ما تجيش تزايد وتزود قوي، لان احنا في الاخر بشر. طب يا عم طب يا هتعمل لي ايه يعني؟ انما الجمهور الحقيقي فوق دماغنا. ولما يبقى نبض الجماهير الحقيقيه مش اللي بيتاجر بالشير والبتاع دي اللي بيعملوها دي، هي ماشيه مع نبض مجلس الاداره، احنا ما بنعاندش. على فكره المجلس ده كله ما بنعاندش. شايفين ان مصلحه البلد ومصلحه النادي وكرامه النادي ماشيه مع الجماهير الحقيقيه بتقوله، بنعمل ده من غير ضغط، من غير ما حد يضغط علينا. فاحنا النهارده مجتمعين هناخد قرار. بعد ما ناخد القرار هنقول اسبابه. طب ليه خدنا القرار؟ سواء هنلعب او مش هنلعب هنقول الاسباب. لكن هناخد راي كل واحد. انا اخر واحد هتكلم، وده انا اعتدته وانا في القضاء. دايما رئيس الدايره يسال عضو الشمال الصغير وبعدين يسال عضو اليمين، لان لو رئيس الدايره قال رايه في الاول في الحكم، الشمال هيمشي وراه واليمين هيمشي وراه. دي حاجه يعني بشريه، حتى في احترام. مش يعني ده يدل لده، لا، في احترام. خلاص ادام يا سياده الرئيس شاف كده انا ورا. عشان كده في القضاء يسالوا الاول رئيس الدايره عضو الشمال، وبعدين يسال عضو اليمين، وبعدين يقول رايه. لو الاثنين بقى قالوا رايهم زي بعض، الشمال واليمين، خلاص ما يقولش رايه، لانه بتبقى بالاغلبيه. فهنبدا كل واحد هيقول رايه. القرار اللي هيطلع مش مين موافق ومين مش موافق. القرار هيطلع ان احنا كلنا بالاجماع خدنا القرار خلاص. احنا كده بنتداول، لان مفيش قاضي لما بيطلع يقول اصل عضو اليمين قال لا ولا قلت مفيش الكلام ده. احتراما للمجلس نفسه. يبقى نقدر نقوله انه مجلس الاداره بالاجماع خد قرار بالاعتذار، مش بالانسحاب، بالاعتذار عن المشاركه في مباراه السوبر في الامارات. للاسباب الاتيه. الموضوع زاد عن حده. هذا الاتحاد اللي خسر كل البطولات، الشباب والناشئين كله، وطلع ما خدش كاس عالم وخسر افريقيا، كله خسر كله. دخل معركه مع نادي الزمالك باينه قوي
قوي، مع ان جمال علام عامل نفسه زملكاوي، وحازم امام عامل نفسه زملكاوي، وبركات عامل نفسه زملكاوي. لا الموضوع زاد، والموضوع مش من موضوع كهرباء، لا الموضوع بدأ لما اتوقف القيد ل3 لعيبه بدون وجه حق، والدليل انه بدون وجه حق ان هو بعد كده ايدهم. ما انت لو موقفك سليم هتكمل. ويمكن الفيديو اللي فضحهم يوم ما رحت وانا بتحايل عليهم كلهم عن جاهيه، وكلهم عارفين جايين ازاي. انتوا مش منتخبين، انتوا جايين معينين. يعني ايه قائمه محمد ابراهيم بتاع بلاد الدكرور كانت نازله ضد كام جمال علام؟ يا جماعه لا، يا جماعه عيب اللي بيحصل ده، يا جماعه مش ممكن اللي بيحصل ده. 3 لعيبه تخسرهم لي وانا عندي اهم مطوشه تاني، اهم مطوشه سواء كنا في افريقيا او في الدوري. وبعدين من غير مناسبه كده لما رفعنا القضيه في مجلس الدوله، تمام، قلت خلاص انا ايه، ما انت لو موقفك صح خلاص مش كمل. وكل الانديه عليها فلوس، لا الاتحاد الكره نفسه عليه فلوس، يعني مشروع الهدف مش عارف كله عليه فلوس، الاتحاد نفسه عليه فلوس. انما التعنت اللي عامله جمال علام، اسف عنتر علام مع نادي الزمالك شيء غير مقبول. يعني يا جماعه زي ما انا قلت، واول ما قبل ما نخلص الاجتماع يعني نتكلم مع بعض، مش ممكن يا جماعه لاعب هربان من نادي الزمالك، لا هربان وعاده ساري، تقوم الفيفا يقول لك عقوبه، وبعدين الانضباط الدوليه تديله عقوبه، يقول لك مش هدفع. هذا اللاعب نفسه في السوبر اللي اتعمل في الامارات ماتش 100 زي الفل، لعيبه الاهلي والزمالك مع بعض زي الفل مفيش مشكله، نزل ضرب طارق حامد، ضرب حازم امام، الماتش ولع، وكانت فضيحه هناك اللي احنا شفناها. مصممين؟ يعني انا شايف ان بدل ما النادي الاهلي يعمل قضيه النهارده انه لجنه الانضباط دي باطله، طب ما لما هي باطله يا محمود يا خطيب، طب ما هي باطله امال انت قدمت شكوى ضد انا ليه عند نفس اللجنه؟ ولا هي باطله لما تطلع عقوبه عندك تمام عليك انت، ومش باطله وحلوه لما ترجع عقوبه عندي 300,000 جنيه ومنع من دخول المباريات شهرين؟ ايه الهكس ده؟ ايه التهريج ده يا جماعه؟ طب لما هي باطله، الولد كهربا ده راح حضر التحقيق ليه قدامها؟ طب المحامي بتاعك ليه حضر التحقيق قدامها؟ مش هي باطله؟ هو في كده يا جماعه؟ انا ما شفتش كده بصراحه. فاي حد يقول لك لا نشترك في ايه؟ هنروح نشترك مهزله وجايب حكام مصريين ويلا اتفرم، وادي بطوله خدناها زي السله لما الحكم قال لك لا الواد يقف على العلامه والعلامه متغطيه، ها، وزي الطايره لا عايز عيد الثانيه يعني عيد تاني النقطه. مش كده يا جماعه. فنادي الزمالك ده موقف مش هيغيره. احنا خدنا موقف قبل كده تفتكروا 97 بتاع قادر عبد العظيم، الغلطه اللي عملها الجهاز الفني اللي هو ايامها كان اخونا فاروق جعفر وكابتن نبيل نصير، ان انا قعدت اقول لنبيل خد اللي قبل ما يبقى، بص ما هو انا لو دخلت معركه كمل، ما دخلتش خلاص، انا نزلت الملعب وبدات المباراه ما انسحبش خالص، يا نبيل اطلع يا ابني اطلع، ما كانش هيعمل تليفونات موبايلات. ربنا يديله الصحه بقى محمود وجدي لما لقينا عمال اطلع لعيبه ونبيل نصير الله يرحمه طبعا ولا فاروق جعفر ولا كاني موجود بقول لهم، واخد بشرف على فريق كوره مع المستشار جلال ابراهيم. فمش عايزين يطلعوا. فمحمود وجدي كان مدير بحث اعتقد القاهره، صديق عزيز يعني يبقى وزير الداخليه، قال لي ده في حد عايزك بره. فقعدنا نتكلم في استراحه كده بتاع الاستاد، دخلنا راح قافلين عليا البتاع من بره الاوضه من بره، واخد بالك، وقالوا لي اتفرج على الماتش في التلفزيون. تمام. اتحل المجلس وانا اللي رجعت المجلس، ده احنا في دولة القانون،
يعني احنا المجني عليهم اتحلينا، بس احنا ايام ما اتحلينا احنا واتحاد الكوره كان له حرب الدهشوري، وخدنا ورفعت انا قضيه وكسبناها. فيا جماعه من ناحيه الادب ده مدحت عبد الهادي وامير عزمي مجاهد، عزمي ده اخويا، ده زقوا بس ولد في الماتش بتاع كان اعتقد المغرب، زقوا على الهوا اعتذار والاثنين مشيوا. هو في ايه يا محمود؟ هو انت مش بشر زينا؟ لا مش بشر زيك. طب الدليل ان واد كهربا ليه صوره بيسجد لك، بيسجد لك. احنا وصلنا للمرحله دي يا جماعه. انا مش عايز اتكلم عن ماتش الرجاء ولا ماتش الهلال ولا ماتش الهلال وسان داونز، يعني مش عايزين نتكلم خلاص. ربنا يرايد خلاص. بايه بقى مش مشكلتنا احنا، ربنا يوفقهم في حالهم تمام. انما مش كده وعايزنا تكتفنا. وبعدين يطلع صحفي اسمه احمد، مش عارف اسمه احمد ايه، عامل فضيحه بيقول لك جمال علام معلومه اتصل بمحمود الخطيب، ده بيقول اسماء يا جماعه، وقال له ما تشغلش بالك، انسى العقوبه دي، احنا مش هننفذها الا بعد السوبر، وبعدين 12 كتير قوي، هنخليها لك 6، قال له خليها لنا 4. لا 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 مش واحنا كمجلس اداره نقعد نتفرج كده وناخد على فانا احنا بقى وجماهيرنا ولعبتنا؟ مش هنعمل ده، مش هنعمل دوت، مش هنعمل ده. وفي نفس الوقت بقى كل الضغوط اللي عليا بقى لها 48 ساعه ان انا العب الماتش، والا انت معزول، هحل المجلس، هعمل لجان، هتروح تفتش. انا بقعد اضحك. طب اني خدت القرار مع مجلس الاداره اهو، مش بنعتذر، انا ما بنسحبش، انا بعتذر، وبعتذر للشعب الاماراتي المحترم، وبعتذر لجمهور الزمالك والاهلي اللي في الامارات اللي قطعوا التذاكر، واتحاد الكوره هو اللي بوظ الدنيا بالمحاباه. انا بفرمك، انا دايس عليك بالجزمه، وريني هتعمل ايه. لا هنعمل، كلنا متطوعين. الراجل ده نائب في البرلمان، الراجل ده نائب وزير التجاره، وزير التموين، كابتن جمال عبد الحميد، مستشار محمود، خالد لطيف في مجلس الاداره من ايام ما كان عنده 24 سنه، وكان في مجلس اداره بتاع اتحاد الكوره مرتين. النائب احمد مرتضى عليه في البرلمان. ملكه السياحه هي اللي قاعده بنت سيد جوهر الله يرحمه. مريم، استاذ احمد دعبس، بنكير محترم. لا مفيش حد فينا، انا رئيس محكمه ورئيس نيابه عضو برلمان ومحامي شهير ومؤلف كود، لا مفيش حد فينا وحدش فيها بيضت. احنا من وقتنا عشان بنحب المكان، فانت مش هتدوس علينا بالجزمه، مش كده بقى. وانت حازم امان قلت لك يا صاحبي مالناش دعوه. طب ما تبقاش دعوه. طب اديك عرفت ان جمال، يعني يا جماعه كنت عايز بيان يطلع من اتحاد الكوره يقول احمد عباس ده كذاب، ما حصلش المكالمه. لكن خلاص ما دام ما ردتش وده لازم يغطي اخباركم، يبقى حصل انك انت كلمت محمود الخطيب وقلت له ما تشغلش بالك، احنا بعد السوبر. وانت قبل كده قلت ايه؟ لا بعد افريقيا، بعد الدوري، بعد الكاس. هو مين دوت؟ ليه بيستفزوا جمهور الزمالك؟ ليه بيستفزونا احنا بقى كجزء بقى من السياق على مجلس الاداره؟ ده جزء من جمهور الزمالك. فوزير الشباب والرياضه كل الضغوط اللي اتعملت، التسريبات بتاع بني وعيد اللي انت مشغله، والواد اسمه ياسر اللي انت مشغله، وده منسق مش عارف فين وده منسق فين، وده بيعمل لك طبع ايه، ده ياسر بيعمل لي طبع يوم الجمعه، عادي تحصل. عيب دي فلوس دوله، دي فلوسنا احنا، عيب. طب انا ما خفتش اهو. واقول لك بقى حاجه في الاخر خالص، هو مش الاشكال بيقول في تنفيذ؟ مش كده؟ بيقول في تنفيذ. طب انا قاعد في بيتي بقى لغايه المحكمه ما تحكم في الاداريه العليا، ورينا هتعمل ايه في النادي. انت عايز تبهدل النادي؟ يعني انت هدفك كله انك تبهدل النادي تاني؟ ليه؟ مفيش رئيس وزراء، مفيش رئيس جمهوريه، تاني مفيش دول ودول. انا قاعد في بيتي اهو ومش هروح النادي،
استريحت، بس احنا خدنا القرار الصح اللي بيحافظ على كرامة النادي اللي انت عارفه فيه. انما انت طلعت وقلت ايه؟ لا اصل مخالفات الاهلي احنا بنشوف الموائمة وما ينفعش موائمة، انما الزمالك احنا نفرض. انا هقعد احب نفسي عشان الجنين يعيش. واخد بالك؟ حتى قبل كده اللي جالك من 3 سنين لقيت ايه؟ لقيت مرتضى منصور اتبرع ب 30 مليون جنيه وجاله 151 مليون بالدولارات واتبرع بيهم للنادي. الراجل دول بتوعنا ليه انا؟ الراجل ده شخص للمحكمة، دول بتوع مرتضى منصور برعت بيهم للنادي. هتقول لي مخالفات؟ وبعدين مخالفات اللي هو نادي فيه فلوس عشان تقول لي مخالفات؟ يا عم صل على النبي بقى. ونادي فيه فلوس ده احنا عمالين نجيب حته من هنا على حته من هنا على حته من هنا. خدنا القرار الصح. وكل تهديداتك ليا بقالها يومين. هعزلك يا عم اعزلني. هنفخك. عليك من رجليك. هجيب لك القطه السوداء وقعدك انت وهي في اوضه. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ وتسريب اخبار هنا برغم التهديد المباشر اللي جاي مش عارف ايه، اللي ايه؟ بقول لك النادي مفيهوش فلوس. مش النهارده، من الاول. انت عملت ايه لما اتحجز على 100 مليون جنيه في البنوك في بنك مصر؟ ولا حاجه. الموضوع زاد عن حده. ونادي الزمالك ده يعني مش حاجه كده هايفه معديه. نادي الزمالك نادي عريق من 1911. طب رشحوا واحد مكانك. هو اللي مكاني ده بيعمل ايه؟ العقود؟ طب هو العقود اللي اتنين استاذ سليمان وهلان وانت استاذ سليمان انت اللي ده النهارده ولا من زمان؟ تمام. شيكات؟ تعمل الصندوق انا مفوض احمد. ايه مشكلتك بقى؟ اتصال شديد يا جماعه. قرار بالاجماع المجلس المحترم بيحافظ على كرامه النادي اكتر من اي حد. بنعتذر اولا عن الحضور، بنعتذر لجماهير اللي حجزت التذاكر، بنعتذر لدولة الامارات وبنقول انا بقول لدولة الامارات من فضلك العلاقة اللي بيننا بالامارات علاقات محترمة. احنا ممكن نعمل ماتش في نفس الميعاد بين بطل الدوري الاماراتي وبطل الدوري اللي هو الزمالك. اي وقت ادعونا هنيجي. عشان الامارات ده شعب محترم فوق دماغنا. انما احنا كده بنحس ان احنا اسرى متكتفين ونبلع اللم مكلبشنا كلنا ومعاه وزير الشباب والرياضه يلا تروحوا يلا كتف القلب وديها عشان تلعب. لا مش هنعمل ده. مش هنعمل ده. واللي ضحى بحريته اتحرس شهر عشان ما اعتذرش لحد. كرامتي هي كرامة الاعضاء، كرامة الجماهير هي كرامة المجلس. قضيت اول 4 ايام في رمضان في السجن. عشان مش محمود الخطيب، عشان اخت محمود الخطيب اللي مش موجوده اصلا. الزمالك اطمن الوصله بتاعتنا بتبقى زيكم بالظبط احنا من الجماهير لما بنلاقي ان كرامه الزمالك هيساعد. اخيرا لو طلع قرار بكره مثلا بتاع لجنه التظلمات وقف الواد مستعدين نسافر. احنا مش خايفين من حد. هو مش كهربا ده كان بيلعب الماتش بتاع سان داونز واتغلب 5 باين، ولعب الماتش بتاع السوبر بتاعنا بتاع الامارات وكسبناه هناك وخدنا الكاس ولادنا جابوا الكاس اليوم. مش قصه في لاعب، القصه في القيمه، قيمه الكرامه والعدل. ده مش عدل. لا قاعد يعمل هذه الاشارات يعني اصلا هو هربان من النادي يا اخي. ده حتى على مستوى العلاقات العائليه وناء اتطلقت وراحت اتجوزت واحد خلاص كل يوم تروح لجوزها القديم وتقعد قدامه ترقص ومعاه جوزها الجديد. معقول يا جماعه؟ ده جوزها القديم يطلق طماجه ضربه طلقه. لان ده استفزاز. احترموا نفسكم بقى عشان الموضوع زاد عن حده. وكله مع بعض. وبالمناسبه الناس ما تعرفش محمود الخطيب ومحاميه وكهرباء ومحاميه وممدوح عباس ومحاميه وايمن ابنه راحوا لرئيس مصلحه الضرايب. قالوا له عايزين نتفق هنحط بما يعادل على 100 مليون جنيه هنا، افتح لنا الحساب بتاعهم وشيل الحجز لمده ساعه
ممدوح عباس ياخد ال 100 مليون اللي موجودين محجوزين عليهم في البنك، ومحمود الخطيب اول ما يحط الفلوس الضرايب تاخد الفلوس. يعني قسموها. هو في كده يا جماعه؟ ده ايه بقى؟ ده رئيس مصلحه ضرايب واحنا قاعدين هنا، كان محمود خالد قاعد ومحمود عسال، هم طلبوه لي اهو وقال الكلام ده. معقول يا جماعه؟ معقول وصلنا للمرحله دي؟ معقول الفرم في نادي الزمالك كده؟ وتقول لي هو الولاد خسروا بطوله البنات ليه طايره؟ من اللي فينا. اصل اليد من اللي فينا، من اللي احنا شايفينه من ظلم، مش ظلم، قهر. وكان النادي الزمالك ده مش نادي مصري، مع انه النادي الوحيد اللي واقف مع الدوله، النادي الوطني، وفي ظهره. لا عندنا حد اخوان مسلمين، ولا عندنا واحد اسمه علاء صادق، ولا عندنا القرف ده كله. انما احنا اللي بنتبهدل. جمهور الزمالك اطمن، عندك مجلس اداره محترم وجمعيه عموميه محترم، بتعرف تختار مجلس اداره محترم. وديني ريحتك يا وزير الشباب والرياضه، وريني هتعمل ايه بقى مع النادي. وانا لما بقرا انك انت اديت لي نادي كذا 350 مليون، واديت لي نادي كذا 450 مليون، اقول اسماء؟ اقول لك اسماء. نادي الاسماعيلي، نادي الاتحاد، نادي المصري بتديهم، انما نادي الزمالك ولا جنيه. وبقول تاني بالرغم من الجمعيه لو القانون الرياضه واضح جدا، اللي يسقط عضويه رئيس نادي او عضو مجلس اداره جمعيه عموميه غير عاديه. انما احنا مش هنبهدل النادي عشانك. وانا بقول لك هو المجلس كله قاعد اهو، كلهم قاعدين، لحد فتح في الموضوع ده ولا اتكلم، واخد بالك، ولا في دماغهم اصلا، ولا همامهم انك تحل المجلس كله. انا بقول لك كلهم قاعدين اهو اهو، كلهم المجلس قاعدين. عشان ده مجلس محترم، وعارفين ان قائد الفريق هو اللي جاب القايمه دي كلها ثقه فيها. فمش ممكن حد في رئيس النادي ده وثق فيه وجابه في القايمه بتاعته هيخون او هيبيع. الكلام ده مش عندنا. انا اقعد استمتع مع اولادي واحفادي، تمام؟ هنتقابل قريب ان شاء الله باذن الله.